السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اكلتنا النهارده مفيش حد ما بيحبهاش، وكل بيت على الاقل بيعملها مره في الاسبوع. شويه سمك بلطي ما شاء الله عليهم، والرز البني بتاع السمك، شايفين لونه وحلاوته وطعم بصراحه ما شاء الله عليه. بصي بقى، يلا نعمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. معانا هنا 2 كيلو سمك بلطي، انا غسلاه ونقعاه كويس جدا. بص قلبه ابيض ازاي ما شاء الله. خلاص تعالى بقى نشوف احلى تتبيله هنتبله بيها. معانا هنا طماطمايه وقرن فلفل والثوم. التوابل بتاعته بقى ايه؟ ملح وكزبره وكمون وبهارات سمك وليمون. على قد ما تحب بقى حطي ليمون، انا معانا هنا 5 ليمونات. خلاص تعالوا بقى نتبل، هنشوف هنعمل ايه. هنا فرمنا الطماطم والفلفل والثوم، ونزلنا بالتوابل بتاعتنا، الملح والكزبره والكمون وبهارات السمك. وهنعصر الليمون بتاعنا، قشر الليمون ده اركنيه على جنب، هقولك هنعمل بايه. وهننزل بشويه خل. احلى تتبيله سمك يا جماعه، بجد جربوها. خلاص انا السمك ده متبلاه من بالليل وحطاه في التلاجة، يعني هو كده كان بقاله ليله في التلاجة. لو انت بقى مستعجله على السمك، مش اقل من ساعتين يقعد في التتبيله. خلاص. معانا هنا السمكتين الصغيرين دول كانوا ايه؟ بقيه الميزان بصراحه، كانوا زي السكر، سمك بلدي جميل. شايفين السمك الصغير ده؟ بقيته التتبيله بقى هننزل بيها على السمك. خلاص زي ما انا ما قلت لك، انا كنت سايبه السمك ده ليله كامله في التلاجة. الليمون ده هتحطيه، انا هقول لك هنعمل بايه. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز. معانا هنا 4 بصلات متخرطين ناعم. خلاص هنحمر فيهم لغايه ما يبقوا بني خالص، نفس اللون ده، شايفه؟ هنكون مقطعين طماطمايه وقرن فلفل، هتنزلي بيهم. جربي طريقه الرز دي هتعجبك جدا. خلاص. هنشوح التلاتة كده مع بعض، البصله مع الخضار. في هنا خطوه هقولك عليها هتخلي ريحه طعم الرز واللون في منتهى الجميل. خلاص هننزل بقى بالميه بتاعتنا بتاعت الرز. خلاص. هقولك على خطوه هنا هتعجبك جدا. هنغطي الرز بقى، هنجيب معلقه سكر، هنكرملها يا جماعه. بصي هتدي للرز لون بني في منتهى الجميل. شايفين؟ بسم الله. وما تقلقيش، مش هيدي طعم سكر خالص، كانك مش حطاه، هو يدي بس مجرد اللون. خلاص كرملي انت بس معلقه سكر وعلى ضمانتي. شايفين اللون بتاع الميه بتاعت الرز هيبقى بني جدا. هتفرق معاكي في لون الرز. غسلين الرز بتاعنا ومصفينه، وهننزل بيه اهو. ظبطي بقى ملحك، حطي الكمون وشويه فلفل، ظبطي الملح وسيبيه ايه على النار. خلاص يلا بقى نقلي السمك. معانا هنا الدقيق بتاعنا، هننزل نبدر بالسمك اهو. بسم الله بسم الله، صلوا على النبي يا جماعه. نفضي الدقيق كده من السمك عشان ما ينزلش في طاسه الزيت ويتحرق معاكي اهو. بسم الله. الليمون اللي انا قلت لك ما ترميهوش، انت هتاخدي هنا ليمونتين في كل طاسه هتحطيهم، مش هيطلع لك دخانه خالص، ولا اي ريحه سمك، ولا اي ريحه بقى في الشقه. جربي وان شاء الله هتدعي لي. خلاص طلعنا مع بعض هنا السمك، اول طاسه اهي. شايفين السمك؟ بسم الله ما شاء الله. يلا هو نخلص بقى كل الكميه وهوريكم اهي. بسم الله. علينا كل كميه السمك، ومع كل طاسه كنت بحط ليمونتين وبشيل التانيين عشان بيكونوا اتحرقوا، بس ما بتطلعش اي ريحه. بصراحه ما فيش اي ريحه سمك ولا كأن اي حاجه، بسبب قشر الليمون اللي انا حطاه في الزيت. جربي ان شاء الله وهتدعي لي. خلاص. احلى اكله، ما فيش بيت في مصر اصلا ما بياكلش السمك. شايفين لون الرز؟ انا عايزه اقولك ان الكاميرا بجد والله العظيم ظلماه. شايفين اللون؟ بسم الله ما شاء الله. بني بني جدا. بمعلقه السكر اللي انت هتكرمليها وهتنزلي بيها على الميه بتاعه الرز، بصراحه وما تقلقيش خالص، مش هيدي اي طعم سكر خالص، هو هيدي بس اللون. وجربي وعلى ضمانتي. احلى شويه رز اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ صلوا على النبي يا جماعه. احلى غدوه النهارده، مفيش بيت في مصر ما بياكلهاش. خلصنا كده الفيديو بتاعنا اهو زي ما انتم ما شايفين. وعملنا كمان شويه سلطه خضراء اهو. شويه سلطه. احلى اكله بجد، مفيش بيت في مصر ما بياكلش الاكله دي. واحلى شويه سمك. جربي الرز بالطريقه اللي قلتلك عليها، هتاخدي احلى لون واحلى طعم. ولو عجبك الفيديو وانت جديده معايا يا قمر، يا ريت تشتركي في القناه واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. سلام عليكم.